بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحجازية. طعمها حلو قوي قوي وطريقتها سهلة. يا رب تستفادوا من الفيديو. ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوباية ونص في سميد، نص كمان كوباية. كوباية ونص دقيق سميد، كوباية ونص دقيق ابيض، كوباية الا ربع سكر، وهحط كوباية الا ربع سمنة. سكر، كيس خميرة على معلقتين سكر على ربع كوباية مية. هقلبهم كويس واسيبهم لحد ما يخمروا مع بعض شوية، وبعدين نرجع تاني وهنبصها في السمنة. ممكن نستخدم سمنة على زيت، بس السمنة لما بيبقى طعمها حلو بتدي طعم احلى للحجازية. هنبصها بايدينا. بعد ما بسناها كويس كده هنبدأ نحط لها الخميرة اللي احنا حطيناها مع السكر والمية. وهنعجنها بقى. مش مهم نعجنها فترة طويلة، المهم ان نعجنها تبقى القوام بتاعها صح. هبدأ ازودها مية كده واحدة بواحدة. هتبان ان هي سايبة كده، بس لحد ما هنقعد نعجن فيها لحد ما تمسك نفسها. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تبقى توصل للطريق كده، للعجينة تبقى عجينة كده. هبدأ بقى ايه اسيبها تخمر، نبقى نشتغل بيها. في الوقت ده بقى هنبدأ نجهز الحشوة بتاعتها اللي بتبقى في النص. دلوقتي عندي الحشو، عندي هنا كوباية سميد وكوباية الا ربع سكر ومعلقة كبيرة كاكاو خام ومعلقة كبيرة قرفة. الوصفة دي الاساسي فيها القرفة، وانا مزودة الكاكاو شوية علشان خاطر كمان يدي لون وبرده يزود الطعم. تحطي فانيليا او ماء زهر او ماء ورد، ممكن تحطي على حسب النكهات اللي انت بتحبيها. انا هحط هنا معلقة ماء زهر. لو عندي فانيليا كنت حطيت برضو، حطيت ذرة ملح، وما تنسيش برضو تحطي ذرة ملح على العجينة. وهبدأ بقى احط لها مية كده بالتدريج واعجنها. طبعا الاساسية فيها القرفة، بس كتر القرفة في الحاجة بيمرر شوية، فانا زودتها كمان كاكاو علشان يدي طعم كمان ويدي لون اقوى للحشوة. انا بصور بايد وبشتغل بالايد التانية، فبحس ما بقاش ساعات كده مظبوط التصوير معايا يعني. او هو كده كويس اهي. دي بقى الخلطة معانا. اول ما العجينة تخمر هنبدأ نشتغل على طول. ندهن الاول الصينية مادة دهنية، ونقسم العجينة نصين ونشتغل بيها اهي كده كويسة. دلوقتي بعد ما سبتها ساعتين كده هقسمها بقى بالنص. دهنت ايدي زيت، ودهنت هنا الصينية مادة دهنية، وكمان دهنت ايدي زيت عشان اعرف اقسمها بالنص كده. هزود ايه النص كده، هزوده شوية اللي انا هحطه في القعر بتاع الصينية علشان خاطر اعمل منه حروف. نبدأ كده نسمي الله ونفردها. احنا بصوا اهو فردناها وعملنا لها حروف. لو تبقوا عايزينها اتخن شويه ممكن تعملوها بصينيه اصغر. انا عامله المقاس الكبير بتاع الصواني. هنا بقى نحط الحشوه في النص وهنفردها، وطبعا مش هنوصلها للاخر علشان خاطر مش عايزه الحشوه دي تتحرق فتعمل ريحه وحشه تعمل ريحه وحشه لكل الحجازيه. فاحنا هنفردها كده، مش هنفردها لحد الاخر.
بحيث نعمل حرف كده بالعجينة بتاعة السميد والدقيق، تحمي الحجازية من الفوق من الحريق يعني، عشان ما تتحرقش يعني. دلوقتي انا فردتها اهي. هنبدأ بقى نجيب القطعة التانية اللي فاضلة بقى، نص العجينة اللي احنا عاملينها اهي، ونفردها بالشكل ده. نفردها كده ونحط عليها كده، نعمل كله بالشكل ده لحد ما نغطي العجينة كلها. وطبعا هنا هنقفلها كده. دلوقتي بعد ما لميتها كده عليها الحروف، قعدت بقى ايه اعمل لها شكل كده اللي هو بالشوكة كده. وبعدين هقطعها بالسكينة، هقطعها بالسكينة كده قبل ما تدخل. طبعا بقى هحطها على نار حامية. طبعا انا جبت لها الصينيه الكبيره، هي ايه ممكن تبقى في الصينيه الوسط. المقاس ده انا بعملها بالورب كده، زي اللي بنشتروها جاهزه كده، بتبقى بالشكل ده. طبعا دي ما بتعملهاش شربات، بتتحط في الوسط على نار حاميه، ولما تحمر من فوق ومن تحت نطلعها. لو انت حاسه ان هي محتاجه بعد ما احمرت من الجناب كده، معناها ان هي احمرت من تحت. لو حسيتي ان هي عايزه تاني من فوق بس من وش بس، تولعي لها الشوايه كده تاخد لون وبعدين تقفلي عليها. انا هسويها بقى وارجع تاني وهي بالشكل ده كده. شايفين بصوا لونها وشكلها حلو جدا ازاي. طبعا هي سخنه دلوقتي. هقطعها بقى تاني يعني، همشي عليها السكين اهي. شايفين الحته ماسكه نفسها ازاي اهي. هطلعها بقى وارصها واوريكم هيبقى شكلها ايه. هي سخنه بس اهي. بصوا شايفين الجمال. دلوقتي بعد ما خلصتها وحطيتها في الطبق، بصوا شكلها حلو قوي قوي. بصوا مستويه ازاي، حلوه قوي، والخلطه ما وقعتش منها ولا اي حاجه اهي. دي بقى حته من الحرف، انا بحب الحرف قوي يعني، طعمها حلو جدا. يا رب يعجبكم الفيديو، ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.